أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات. أجيو نضحكو شوية مع البقرة الحلوب. بقرة الحلوب أسيدي بعد ما سمعت أنها تدخل المغرب وبعد ما أنها بقات مريضة كتقدم النصيحة لبنو كرغل وكتقول لهم حذاري تاكلوا في المغرب راه بغاو يديروا لكم السم ديال بنو صهيون اللي داروا لي ياسر عرفات. انا غادي نسمعك شنو كتقول ونرياجيو وغنسمعوا واحد الفيديوهات اخرى على اصحاب المركز الثالث. سمعوا يديركم واحد التسمم في الماكله، اقسم بالله يا خوتي راح يدير لهم واحد التسمم خدمته اسرائيل باش ولادنا ما يموتوش دركا كونطامينيو ديجا. وما قال لك كيما داروا سبحان الله كيما داروا ياسر عرفات، راه جاوب واحد البواسون عام ابري باش مات وعدا المحيط تاعو كومبلي عام ابري راح يرهجوكم في الماكله وكل شيء. شوفوا كل مروكي فوق مملكه الزريبه يخدم على المخزن، تلحق تشد مد يا احمد ديريكم قدره سبيسيال راح تفوت الكوزينه وتمشي تاكل. ها يديركم واحد دابا واش ياسر عرفات عاد شي واحد من العائله ديالو بعدا؟ ياسر عرفات واش سموه في الماكله ولا تقولي برا؟ سمعي البقره الحلوب. لنفرض جدلا انك انت صادقه وان هاد الجزائريين فعلا ما خصهمش ياكلوا في المغرب لان المغاربه غيسموهم ابريد عام يموتوا. شنو بغى ياكلوا في المغرب؟ هاد الناس اللي كاينين هنا اللي جاو من الجزائر شنو غياكلوا في المغرب؟ غير سؤال بيناتنا. زائد واش هادوك المطاعم اللي كيمشيو ليهم عم سخط الوالدين خاصة بالجزائريين دايرين مطاعم خاصة ولا كياكلوا فيها المغاربة والتوانسة؟ دابا انا غير بغيت نفهم، الا قدرتي ديري شي فيديو اخر الله يرحم الوالدين وتشرحي لي هاد النقيطة اشنو غياكلوا الجزائريين. من غياكلوا يمشيو للقمامة وهم مولفين بها. هنا غادي ندوزو لواحد اللغط اخر وغادي نبدا لكم ب صحاب علاش المركز الثالث. وكلكم كتعرفوا نتوما ان المركز الثالث وهذا الشيء راه تحسم قبل ما يبدا كاس افريقيا هاد القرعه دازت. فهنا غادي نتكلموا وغادي نسمعوا مزيان. ما ينشرون الاتفاقيه اذا كان هم صح. لا انت خليك بلاتي ماشي دابا. غنبدا لكم بالتمساح. وحيد القرن هو الاول غنبدا به. الجوله الثانيه العام الله يرحمه مع السنغال واحد من الاثنين أقصية 100% رياضيا حتى وما ندخلوش باش نقصوا الجزائر. خلوكم تقاتلوا بيناتكم جبتوا السوق هذا خنجر فيها. هذا واحد فيكم السور راهو إليميني قبل ما نلعبوا واحد فينا إليميني. كاين ماتش واحد تطلع ولا تهبط. واحد في السنغال او الجزائر إليميني على البكري يعني احد. دابا هذا هو صاحب قناه في العريضه. هاد السيد كيفهم في كل شيء الا في كره القدم. الشياسه ديال النظام. دابا هذا نورمالمون ابجديات القوانين ديال كره القدم كلها خصها تكون عنده. هذا باش كان يعطي الكلام مصداقيه والمتلقي ديالو مصداقيه كان خصو يجيب القانون ديال الكاف ويجيب القرعه في الاول ويحطنا في الصوره. ما تغلطت ما يخلطوها لك. على بالي بلي نص الكبير كاع ويقول لك كيفاش المغرب كلاسات برومي راح تلعب مع ميور تروازيام طنزانيا ولا جيري اللي كلاسات برومي راح تلعب مع الدوزيام اللي هما كونغو. هذا القانون يكزيستي ليكيب مام حنا صرات لنا في 2019 في لاكان تاع 2019 في مصر لا جيري كلاسات برومي ولعبت مع ميور تروازيام والمغرب تاني في هذاك الوقت كلاساو برومي في الجروب تاعهم ولعبوا مع الدوزيام. شوف ما تلفلك ما والو، هي سهله. كاين 6 مجموعات، 4 مجموعات الاولين
لي كلاسيو برومي هما اللي يلعبوا مع ميور تروازيام، وزوج مجموعات اللي يبقاو اللي هي مجموعه تاعنا وتاع كوت ديفوار يلعبوا مع الدوزيام. وهذه بلا ما نزيد نقول لك على البي اللي اورغانيزيها، وهذه تكزيستي في كاع لي كومبيتيسيون، كوب دوروب، كوب دو موند، كي يكونوا 6 لي جروب دير في راسك بلي تصرا هكذا، باسكو كاين 16 ايكيب تتكاليفيا. وانا على حساب رايي ما نخافش كونتر من راح نطيح. ايكيب ديالي كي تكون في نهارها وتكون واجده تجيب ليكيب اللي حبيت. المغرب كونغو، الكونغو كونغو كونغو ديمقراطية على بالي. يلعبوا مع والو سيبورتي الوالو. والله العظيم. هذا واحد. غادي نجيب لكم الحسين جنات ولا سميتو جنات الحسين جنات سقط الوالدين توضر ليا والله الا توضر ليا بالله. واخا نجيب لكم هذا الميخي هذا. جيبوا البرازيل في كأس افريقيا. الجزائر باذن الله ستذهب بعيدا وستعود بالتاج القادم ان شاء الله. احنا نتفائلوا الخير. لماذا دائما ما نرى هذه الامور الغريبه في افريقيا؟ يا اخو عندك اربعه اللي ميور تروازيام هذوما اللي تكاليفيو. منتخبات يعني متواضعه طبعا المنتخب السوداني. دابا هذا كيقول لك جيبوا البرازيل الجزائر غدي كاس افريقيا، ويلا قالها باقي ما كملش، رجع كيبكي. مالك يا شريف؟ وعلاش ما عطيتوناش دوك 4 الضعاف؟ هذا صاحب قناه رياضيه ودير فيها صحفي رياضي. هذا هو اللي قال ان المغرب كتعطاو البيلانتيات فابور، وجا كيخرج عيني على البيلانتي ديال بوركينا فاسو انه صحيح، ولكن حنا كنعرفوا العقليه. الحسين جناد فينا هو الحسين جناد؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خطه جهنميه وضعتها الكاف لتوقف منتخب الجزائر من الدور الثاني وتمنعه من التاهل للدور الربع النهائي. الخطه من صنع البشر، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لسنا ندري هل والله سيدي ما غادي نجاوبك انايا. مادام قريتي آية من القرآن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم. لما قلتيهاش حتى حنا نقولوها، ولكن انا غنجاوبك انا بآية. غادي نقول لك بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. انتم مخادعين تخادعون أنفسكم والناس وكتبغوا تخادعوا الله عز وجل. صافي هادشي اللي غادي نخسر لك الحسين جنات، ما غنزيدك حتى شي حاجه اخرى. القرعه اللي كانت مخدومه وني عارف شنو نهضر، انا كي نتكلم حاجه ما نجيبهاش من فراغ. ها الكلام من اجل الكلام. انا قلت لك من نهار اللي داروا القرعه كلش مخدوم مخطط تخطيط. هو السيد كيهضر بيقين بحال انه كاين في الكواليس ديال الكاف، كيقول لك راني ما غاش نهضر، راني نهضر بدلائل. الدلائل ديالو شكون؟ مخابرات عبليه اللي خرجته قالت لي مؤامره على الجزائر. لان هذا اللي كيقول عندي دلائل هادشي خصو يقولوا وليد صادي، يقولوا المدرب ديال المنتخب الوطني، ما يقولوش واحد المريقي بحال هذا عنده صفحه في تيك توك وكيسرح القاطع. باقي هذا مصطفى معزوزي باقي في باش الجيري ما تديش لا فينال كوب دافريك. اذا تو فيه باش تدي السينيغال تربح. الحمد لله كنا في ليكيب شودي مالك مصطفى معزوز؟ اكبر شيات ولحات هو العنفوان ديال القبائليين طيحتيه. كنهضر معك رياضيا ماشي سياسيا. علاش انت حكمتي على الجزائر غتخسر مع السنغال وهي طاحت مع الكونغو؟ مالكم مرعوبين؟ وهذا غير الربع، الثمن ماشي الربع، باقي الثمن والربع والنص. كتهضر على لا فينال خصك تلعب 3 ماتش وتغاني عاد تمشي لا فينال. انا والله ثم والله وبالله انني استحيي مكانكم. هيا خذها من عندي، هيا على بعد. هذا الفيديو هو كنصاوبو دابا حاليا، بلاتي نشوفو شحال ديال الوقت باش نحطوه مزيان. 11:48 دقيقة. أن الجزائر ستلعب آخر مباراة لها أمام الكونغو في كأس إفريقيا. دمتم في رعاية الله وحفظه.